بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. ساعات بتلاقي نفسك في تعاملاتك اليومية مع ناس ممكن يكونوا مقربين منك، سواء أصدقاء أو أقارب أو حتى من العيلة. يعني عيلة صغيرة، سواء أخ أو أخت أو زملاء. بتلاقي إحساس بيجيلك كده إنك مضغوطة في التعامل، وللأسف الشديد ما بتكونيش على طبيعتك، وبتاخدي بالك من كل كلمة بتقوليها، لأن وانتي قاعدة مع الشخصيات دي بيتحسب عليكي كل كلمة، بيتحسب عليكي كلامك وبيتحسب عليكي سكوتك كمان. يعني ممكن تلاقي سكوتك بيتفسر بطريقة بعيدة كل البعد أصلا عن أي حاجة تخصك انتي. طيب، ممكن تحسي انك قاعدة مش مرتاحة، بس مش قادرة تقولي او مش عارفة انتي مش مرتاحة ليه. نوضحها اكتر. بيبقى احساسك ان انتي موجودة مع شخص معين، لما بيقوم يمشي انتي بتحسي ان زي ما يكون كان في جبل على قلبك ونزل، زي ما احنا بنوصفها بالطريقة البسيطة كده، كأن كان في حاجة خانقاكي وارتحتي. انتي مش مرتاحة في وجود الشخص ده. طيب، في علم النفس بيقولوا ايه لما انت بتكون مع شخص دايما بيحسسك انك مش مرتاح ومضغوط ونفسيتك تعبانة ومجهدة، وبيخليك دايما مش واثق من نفسك، عايز تبرر كل حاجة انت بتعملها. الشخصية دي اسمها في علم النفس الشخصية السامة أو العلاقة السامة. الدكتورة ليليان جلاس المتخصصة في علم النفس عرفت العلاقة السامة بأنها أي علاقة بتسبب لك ضغط نفسي مستمر، بتؤثر سلبا على احترامك لذاتك، تستهلك طاقتك بدل ما تغذيها. الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنى. يعني فإحنا في كلامنا وفي تصرفاتنا لازم نكون محترمين طيبين، مش بنضغط اللي قدامنا ونوصله لحالة نفسية سيئة جدا. يعني حتى الكلام اللي مطلوب مننا لابد ان هو يكون لائق ومحترم، ويكون بيخفف عن اللي قدامنا معنويا، مش بيزوده هم او بيزوده ضغوط نفسية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن العلاقة السامة. يعني ايه اصلا علاقة سامة؟ إيه الفرق بينها وبين العلاقة الصحيحة؟ وهل اي علاقة انت بتحس او انت بتحس ان انت مضغوطة فيها لازم نقول عليها إنها علاقة سامة؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا، الأستاذة أمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم والمتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. أهلا وسهلا بيكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزتي. أهلا وسهلا بك. الحقيقة موضوع العلاقات السامة من الموضوعات الشائكة والموضوعات المهمة كمان، اللي لابد إن احنا يكون عندنا وعي بيها، علشان لو تعرضنا ليها ما تأثرش فينا نفسيا. بداية خلينا نتكلم عن العلاقة السامة. يعني إيه علاقة سامة يا أستاذة أمال؟ هو زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي العلاقة اللي بتحسي فيها إنه في طرف أو كلا الطرفين بيأذي الآخر بشكل مستمر. الاستمرارية ضرورية هنا. يعني الأذى بيكون بشكل مستمر، سواء كان الأذى نفسي أو عاطفي أو حتى جسدي. الشخص بيكون دائما حاسس بالضغط أو القلق أو حتى التقليل من ذاته، يعني التقليل من شأنه. مم. فيها الكثير من الأذى اللي بيكون يعني يستمر مداه لفترة طويلة. نفس الأذى بيكون مستمر أيضا، يعني أيوه. متكرر، يعني يصير مم. نمط مم. في الشخصية يعني بتلقي الأذى على الآخر. بالظبط كده. طيب، خلينا نفرق يا أستاذة أمال ما بين العلاقة السامة وما بين العلاقة الصحية. إيه اللي يخلينا نقدر نفرق؟ لأن في بعض الأشخاص اللي علاقتنا بيهم ممكن تكون عادية أو صحية، ولكن بيصدر منهم بعض التصرفات اللي ممكن تضايقنا وتضغطنا، وده طبيعي في العلاقات. فتبدأ الناس تقول: لا، ده أنت كده علاقتك سامة وأنا هبعد عنك. فخلينا نفرق ما بين الاتنين.
صحيح. الفرق يعني يعني بيعتمد على الأذى، فهذه القاعدة الأساسية. عندنا مم. العلاقة السامة بيكون فيها تحكم، بيكون فيها نقد لاذع، بيكون فيها ابتزاز عاطفي. آه، في العلاقة السامة بيكون في طرف ينمو ويتطور ويتحسن ويصير أفضل، بينما مم. الطرف الآخر يقيد أكثر اه. ويقبح أكثر. مم. في العلاقة السامة التواصل بيكون سلبي أو مليان يعني نوع من التجاهل والسخرية والتقليل من بالظبط. الشأن يعني. ايوه بالظبط. آه نعم. مم. أما في العلاقة الصحية فيها احترام متبادل، يعني فيها دعم متواصل، مم. فيها مساحة شخصية محترمة بين الطرفين. الطرفين بينمو فيها نمو طبيعي، يعني فيها تحسن، تطور، مم. حياة مريحة للطرفين الاثنين يعني. مم. والتواصل فيها بيكون صريح وبناء، حتى لو كان في نقد بيكون نقد بناء، يعني نقد مم. ليس لمجرد النقد أو للتقليل من قيمة الشخص، وإنما بالظبط. النقد البناء، التواصل المريح يعني. مم. نعم. ولو حصل ان الشخصية او العلاقة الصحية حصل منها موقف ضغطك او ضايقك واحنا اتكلمنا عن ده وقلنا، فبيعتذر وبيوضح يقول انا ما كانش قصدي، لا ما تزعلش مني. لكن الشخصية السامة اعتقد ان هي ما بتعتذرش ابدا. لا بالعكس. حتى الغلط اللي بيغلطوه بيلوموكي عليه، يعني يعني عندهم ممكن تلاعب. تلومني ان انا زعلت انها غلطت فيا. وتقول لك أنا زعلانة عشان زعلتي، يعني أنا زعلتيني إنك أنت زعلانة اه بأبسط اه. يعني. فأنت بتصيري تحسي بالذنب، يعني بتستغربي طول الوقت يعني، يعني مم. وتلومي نفسك يعني لا شعوريا، اللي هو الجاس لايتنج، اللي هو مم. التشكيك في مشاعرك وأحاسيسك يعني. مم. طيب أستاذة أمال، العلاقة السامة دايما بتكون واضحة باينة، أقدر أميزها على طول وبشكل مباشر، ولا ممكن تكون لا هي سامة ولكن في الخفاء، لأن الشخصية السامة دي يقال عنها إنها فيها قدر شوية من الدهاء والمكر والخبث؟ صحيح جدا. الدهاء هذه ميزة أو سمة عالية عندهم. مم. لأنه في للأسف. تلاعب كثير في المشاعر، ويعرفوا يعني من أين تؤكل الكتف كما يقولون. ليس دائما، بالعكس. في علاقات تكون سامة بشكل خفي جدا، ما مم. تظهر لك وانت تستنزفي فيها، تعيشي فيها يعني يعني دور الضحية فعلا، يعني انت بتكوني اه الضحية، بالفعل. فتعيشي مم. بتعيشي الإحساس هذا على طول، على يعني بشكل مستمر. ف يعني خلينا أديك مثال. مثلا واحدة تقول مم. أنا دائما أحس بالذنب بعد كل نقاش مع فلانة، اه. أو كل ما أشوفها أشعر بالذنب. ليش؟ لأنه ممكن يعني تعطيها انطباع إنه يعني أنت الآن مبسوطة وأنا يعني في عندي حالة حزن مثلا، مم. أو أنت لابسة ومتظبطة وأنا عندي يعني مشكلة من غير مثلا أو ما أنا متضايقة ترجعي لي، نفسيا. مم. يعني أو من غير ما تسأليني أنا كيف حالي، ليش أنا زعلانة، ليش أنا متضايقة. يعني فيها فالشخص الآخر اللي هو الضحية بيكون شخصية حساسة أساسا. اه. لأنه شخصية حساسة، فأي رد فعل أو عدم رد الفعل، يعني عدم إيجاده لرد الفعل المناسب للتصرف حقه، يشعروا إنه في شيء غلط، أكيد أنا سويت شيء غلط، يعني على مم. طول بتبدأ. وهذه الشخصيات الحساسة هي الضحايا الدائمة للشخصيات السامة أو التوكسيك بيبل اللي هم بالظبط، لان هم بيقوم. بيختاروا الشخصيات اللي يقدروا يمارسوا عليهم علاقتهم السامه، لان الشخصيه القويه المتحدثه اللي بتقدر تتكلم ما بيسمحوش ليهم اصلا يعملوا معاهم كده. لكن الشخصيه اللي بالضبط. يعني مش هنقول الضعيفه، ولكن الشخصيه اللي بيبقوا في بعض الناس طيبين بطبيعتهم، هم مسالمين ما بيحبوش الجدال ولا الكلام الكتير، فهي دي الشخصيات اللي ممكن يتمارس عليها العلاقه السامه.
كتير كتير، حتى سبحان الله تستغربي إنِّك تبغي تتواصلي مع بعض الصديقات، أو إنِّك تبغي تكوني يعني في دائرة صديقات معيّنة، أو مع واحدة يعني تبغي تكوني صديقتها، تكتشفي إنها هي تبعدِك. ليش؟ لأنه أنتِ شخصيتِك قوية، وهي ما حتقدر تمارس عليكِ ايوه ال بالظبط. الممارسات السامة، فهي مم. بتبعدِك. فهنا أنتِ يبغى لِك تفكري أكيد في شيء فيها هي مش فيّا أنا. بالضبط، بالضبط. طيب خلّيني أتكلّم بقى عن أنواع العلاقات السامة. إحنا عندنا أكتر من نوع، يمكن لمّا بيكون العلاقة مع حد غريب برّه إطار العيلة والقرايب، بنقول ماشي إحنا هنقدر ننسحب ونبعد، لكن للأسف لمّا بيكون داخل إطار العيلة وحد مُقرّب مننا، بتبقى هنا المشكلة الكبيرة يا أستاذة آمال. خلّيني أبدأ أتكلّم معاكِ بشكل بقى مدرج في العلاقات. عندنا علاقة عاطفية سامة، سواء هي خطوبة يعني، أو إن في خلاص إحنا عاقدين أو كاتب الكتاب أو ما إلى ذلك، ولكن العلاقة دي فعلًا العروسة فيها بقى بتبقى منهكة، والعريس بيبقى قادر إنه يعني يحرقها نفسيًا بمعنى الكلمة. فخلّينا نتكلم بقى عن العلاقة السامة العاطفية، في سواء كان عقد أو خطوبة، إزاي يتم التعامل فيها؟ صحيح، هي مثلًا عندِك العلامات اللي بيظهرها الشخص السام في العلاقة الخاصة اللي هي علاقة الخطوبة، اللي لسه يعني ما دخلنا حتى في الجَد، يعني إحنا لسه إمم. على بر الأمان، لكن بيوصّل المشاعر كالغيرة المفرطة. أنا باغار عليكِ من أيوه. النسمة، من الهوا، من إمم. الزيادة يعني، وما بالضبط. أبغاكِ تطلعي. إمم. والابتزاز العاطفي اللي هو لأ أنتِ لو كنتِ تحبيني يعني كان سامحتيني، يعني إحنا برضه يعني في بيننا مشاعر، وفي بيننا لسه حنبني إمم. وحنعمل، إمم. فيحسسها بالذنب طبعًا. وفي التلاعب والإهمال المتعمد، يعني يتعمد إنه يطنّش، يعني آه. لو في مثلًا تتصل مسألة بيه ما يردش آآ عليها، تبعت له رسايل ما لأ، يردش عليها ويسيبها بقى، خلاص كده هتبقى في حالة هتتجنن، مش بيرد عليَّ ليه؟ أيوه، بتشُك في نفسها. إمم. وهي هذه الشخصية على فكرة اللي حيستمر معاها الشخص السام هذا، وحيكمل للأسف. العلاقة وحيتزوجها. ليش؟ لأنها الضحية المناسبة له، إمم. حتفضل تتصل عليه، ولمّن يرجع إيش حتعمل هي؟ إيش ليش ما كنت ترد عليَّ أو ما إلى آه. ذلك، وأنا عملت كنت إيه، مشغول. سيل من الاعتذارات على حاجة هي ما عملتهاش. أيوه، أو يقول لها أنا كنت مشغول أو ما كان في نِفْس يعني أرُد، حتاخُد هذا الموضوع على نَفْسها، يعني هي حتتحمّل المسؤولية وتقول يا ربي يعني أنا ما أكيد أنا ضايقته، أكيد أنا اللي شدّيت عليه، كان بالضبط، المفروض أكيد أنا إيش السبب. إمم. أكيد أنا قُلت حاجة المَرّة اللي فاتت، صح. واحتمال كبير تقول له يمكن أنا زعّلتك طيب آخر مرّة، أيوه. وحينتهز هذه الفرصة فيها أكيد طبعًا أنتِ فكّري فيها أنتِ ويالّا عيشي، صح، أو يسيبها عيشي يا حبيبتي تلِف حوالين نفسها، يقول لها شوفي بقى أنتِ عملتِ إيه، اسألي نفسِك، بس. أنتِ مش عارفة. وتكون لا عملت لا غلط ولا ولا يعني سوت شيء يضايق ولا أي حاجة، بس هو شخصية سامة، للأسف. وينتهز هذه الفرصة عشان آه. يتلاعب فيها نفسيًا، وزي ما قُلنا حيستمر معاها وحيتزوجها وحينجب منها أبناء، وحتستمر العلاقة. العلاقة. بس إحنا إن نعم. شاء الله يعني في حال البنات بقى لابد إنها يكون عندها وعي إنها لأ، ما تكمّلش في علاقة زي كده. طيب النوع التاني، إحنا عندنا الصداقة السامة للأسف الشديد، وفي دايمًا يقولوا موضوع الصداقات السامة بيبقى ما بين البنات والستات أكتر ما بين الرجالة. الرجالة بيبقوا يعني لأ، يعني سالكين كده وقلوبهم حلوة، مش زي الستات والبنات عندهم مشاكل وكلاكيع نفسية كتير. أولًا أنتِ رأيِك إيه في الكلام ده، مضبوط والّا في تجني علينا؟ هو عقلية الرجل تختلف عن عقلية المرأة، الرجل أكثر عملية، يعني عملي أكثر، عقلاني منطقي أكثر من المرأة عاطفية أكثر، إمم. إمم. يعني في الشخصيات العملية طبعًا والمنطقية أكيد، لكن يغلب عليها العاطفة أكثر من المنطق.
بالذات لو كان علاقة صداقة، زواج، ارتباط عائلي. هذه العلاقات بتكون بتغلب عليها العاطفة أكثر من المنطق والعملية. امم. بالنسبة للصداقة السامة، هي ايوه. طبعا النساء أكثر شيء بتمر بهذه التجربة، مهم. لكن لا يمنع أن الرجال أيضا يمروا بها، لكن غالبا يتداركوها من بدري. المرأة لا تتداركها، يعني ممكن تعيش على هذا المشاعر السلبية مع الشخصية الصديقة الصدوقة اللي هي أعز صديقة لها، وتكون شخصية امم. سامة سنوات من الصغر حتى ما تهرم يعني. طب بيكون بتعمل ايه فيها الصديقة السامة دي؟ ممكن تعمل ايه في صديقتها؟ تعمل كثير ما شاء الله. اللي هو التقليل من نفسها، دائما تسخر من نجاحاتها، تسخر من تطورها، من حتى من طلباتها ورغباتها، من أحلامها، من أمنياتها. مم. يعني بتنقل لها طاقة سلبية على مدار الوقت، يعني على طول بتحسسها إنك أنت لا شيء، يعني أنا هو الأحسن، أنا اه. الأفضل. أو اه. حتى ممكن يعني تقول لها مثلا فلانة وفلانة يعني أحسن منك أنت، عادي بتقول لها مم. وش كده يعني من اي غير ما يعني تخشى. يعني انا اكتر من حاله كانت قدامي، وكانوا بنات بيشتكوا لي بيقولوا لي مثلا لما نروح نشتكي لها ان حصلت مشكله بيننا وبين حد بره، وانا يعني انا مش غلطانه، ده انا اللي مغلوط فيا. في كل مره لازم تشيلني الذنب وتقول لي انت الغلطانه، انت ما عرفتيش تتصرفي، انت كان المفروض تتصرفي كذا، ودايما تطلعني حد لا بيعرف يتكلم ولا يتصرف ولا بفهم. بالضبط. أبدا ما يعني دائما بتقلل من إنجازاتها الشخصية، ومن يعني بتقلل من ثقتها بنفسها. بتدور وين شو اسمه النقطة اللي بتهجم عليها، زي مثلا زي ما قلت الآن، لو اشتكت لها إذا تلام، هي امم. صاحبة الشكوى يعني. امم. لو جات مثلا وقالت لها، شافتها مثلا ناجحة في مجال ما، آه، أبسط شيء ممكن تقول لها كلمة تشبه إنها كلمة طيبة، اللي هي أوه ما شاء الله أنت محظوظة دائما. الناس الناس التانية امم. بتتعب مرة كثير عشان توصل للي أنت وصلتي له. امم. هذه جملة قد نشوفها إحنا اه. في السياق العام عادية، شايفة، امم. وممكن تكون إطراء، لكن في سياق الشخصية السامة ما هي إطراء، هي قاعدة تدق عليها ترى أنت يعني محظوظة، معناها هذا الشيء حظ وليس جهد منك، شايفة. بالظبط. بالظبط. أو حتى مثلا إذا سجلت في كورس أو سجلت في الجامعة، أو لا تقدر هذا الشيء، وإنما تقول لها يعني كورس بسيط يعني، يعني اه. مو شيء كبير، عادي يعني. أيوه او يعني. الجامعه اللي و... دخلتي فيها دي مش معتمده، ده ترتيبها إيه، مش عارفه الكام على مش عارف مستوى الايه، ودايما أيوه. تحسسها ان كل حاجه انت عملتيها ملهاش قيمه. أيوة، وتقارنها بالآخرين. ما فلان وفلانة عملوا الدكتوراه مثلا PhD في الجامعة الفلانية في البلد الفلاني، مم. يعني يعني حتى مش يعني أنت ولا صعب شيء جنب احنا مجرد واحنا العالم. وانا وحضرتك بنتناقش، يعني انا يعني اعصابي تعبت استفزيت يعني. بصراحه هم يقسموا على اللي هم بيعملوه ده، اللي هم لما يوصلوا حد أكيد. وهم متعمدين انها توصلها لحاله نفسيه سيئه وكم من الضغط النفسي، لا حرام عليها يعني. ده هي اللي بيتعرضوا لكده، حتى الشوكه يشاكوها، هم ان شاء الله ربنا هيجزيهم خير وهيعوضهم، لكن اللي بيعملوا العلاقة السامة دول لا، ليهم حساب عند رب العالمين. أخيرا وسريعا لأن صحيح. مش في وقتنا كتير، الزواج السام، ودي مشكلة كبيرة قوي وبيبقى فيها حرج كبير، لأن بيبقى بيت وأولاد وزوج وزوجة. فخلينا نتكلم الزواج السام ممكن يحصل فيه ايه، والمفروض الزوجة تتعامل ازاي، او العكس عشان ما نظلمش، وممكن يكون الزوج هو اللي تمام والزوجة هي اللي زوجة سامة. نعم، للأسف يعني في مجتمعاتنا المحافظة كثير في العلاقة السامة في الزواج أو الزواج امم. السام. لأنه يجمع بين القرب، زي ما قلنا القرب العاطفي والاعتماد المادي والاجتماعي. فبالتالي العوامل كلها امم. اجتمعت في علاقة سامة، في نجاح علاقة سامة. يعني لما يكون الشخص معتمد اعتماد كلي على الطرف الآخر في عدة مجالات،
فهنا يتم التلاعب بنجاح، يعني يتم التلاعب اللفظي أو الإهانة اللفظية والجسدية، التحقير المستمر، يعني إمم، يكون إمم، حتى أمام الأبناء ينتهز هذه الفرصة إنه إمم، يحقر من الشخصية من شخصية من أحد الشريك الوالدين الآخر، لو كانت مثلا إمم، من الشريك الآخر، أو حتى هو التلاعب بمشاعر حتى الأبناء، يعني التلاعب بمشاعر الشريك الآخر والأبناء، هذا كله يتم في إطار الزواج الثاني، يعني سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. إمم، فبالتالي عندنا ضحايا، مجموعة من الضحايا، كل أفراد الأسرة في هذا البيت ضحايا لشخص واحد، إمم، بيحاول مثلا إنه يتسلق على مشاعرهم ويعيش على استجداء العاطفة، بالضبط، يعني على استجداء العاطفة الكذابة منهم. إمم، نعم. فعندك مثلا، ناخذ مثال زوجة مثلا حبت إنها تفتح مشروع، أو تعمل مشروع صغير يعني من أيوه، البيت، يعني آه، في إطار ضيق، إمم، فما تلاقي إلا اللي هو السخرية والاستهزاء واللي هو من والتحبيط، الزوج، يعني إيش إمم، عرفك، إيش فهمك أنت، يعني واحدة يكفيك المطبخ، خليك مركزة في البيت، في البيت والولاد، أصلا ما حتعرفي، أصلا ما حتقدري، أصلا أنت يعني وللأسف تصدق الزوجة، بتصدقه، أو خلينا آه، نقول، أو إذا هو العكس يعني الزوج إمم، بيصدق. ليش؟ لأنه هذا الشخص قريب جدا منه بالضبط. وملاصق له طول الوقت، فيعتقد إنه أوكي هو أدرى مني بيه. بالضبط، إن هو شايفة؟ أكتر حد احتَك بيّا وعارفني. بالضبط. وللأسف لمّا تحصل الأشياء هذه بتحصل أمام الأبناء، يعني مثلًا يشوفوا كيف إنه مثلًا الأب يسخر من الأم أمام أطفاله، أو حتى يقول لهم مثلًا هذه الأشياء، يقول مثلًا يالّا شوفوا أمكم إيش دراها، حتى الطبخة ما هي عارفة تطبخها مثلًا، إمم، يتريق عليها، أو إنه مثلًا يكون يعني يسخر من الأطفال نفسهم، إمم، يعني أنتم طالعين لأمكم، يعني هيا شوفوا حتى مش عارفين تلبسوا، هيا مش للأسف، عارفين حتى آه. يعني تطلعوا زي أي حاجة الناس. مش كويسة يبدأ في الأولاد يبدأ يلصقها بالزوجة أو العكس. طيب أستاذة آمال، الحقيقة نعم. إحنا معانا عدد من الحلقات علشان نقدر نتكلم بشكل تفصيلي عن العلاقات السامة، وللأسف إحنا كمان يعني بنشوف العلاقة دي سواء البنت مع يعني الإخوات مع بعض، أو البنت مع أمها، أو الولد مع أبوه، وللأسف الشديد بتكون دي علاقات يعني فيها خلل نفسي كبير. إحنا هنستكمل مع حضرتك محاورنا المتبقية، ونشوف إيه هي العلامات الصريحة اللي بتكون عند الشخصية السامة وإزاي نتعامل معاها، ولكن في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. بشكرك جزيل الشكر الأستاذة آمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم والمتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. والحقيقة يا جماعة، هي مش كل علاقة بنتعرض فيها لموقف صعب أو مؤلم أو ضغط شوية يبقى لازم نقول عليها علاقة سامة، لأ. في علاقات، الطبيعي في العلاقات إن إحنا بيحصل فيه دروبات، ولكن بيبقى في limit معين أو حد معين الناس بتعتذر بتوضح ما كانش قصدي. لكن فرق كبير ما بين العلاقة الصحية والعلاقة السامة زي ما وضحتها ضيفتنا. لكن كل علاقة انتي بتحسي فيها انك بتستنزفي ومضغوطة وبتقومي منها تعبانة نفسيا جدا ومجهدة، هي دي اللي بنقول عليها العلاقة السامة، ولابد ان انتي تنسحبي منها. انتهت حلقة قوارير اليوم، وبإذن الله تعالى مستمرين معاكم في العلاقات السامة وإزاي نقدر نكتشفها وإزاي نقدر نتعامل معاها. فتابعونا بإذن الله تعالى، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.